شاورمة اللحمة المصري من احلى الاكلات اللي ممكن تعمليها. تعالي اقولك بمنتهى السهولة عملتها ازاي. جبت لحمة قطعتها شرايح رفيعة قوي ونزلت عليها بمية من البصل وتبلتها بملح وفلفل اسمر وكمون وشطة وشوية نعناع، وحطيت عليهم معلقتين زبادي كبار، وسبت التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل. ممكن تعمليها من تاني يوم بالليل وتعمليها الصبح عادي. وبعد كده نزلت في صينية بمعلقة زبدة شوية زيت، ونزلت باللحمة المتبلة وسبتها لحد ما تنزل ميتها وتستوي معايا، ووطي عليها النار لان اللحمه بتاخد سوا. وبعد كده نزلت عليها بالبصل الجوانح اللي انا كنت مقطعاه ونشوحهم مع بعض كويس. وبعد ما نطفي، قبل ما نطفي عليها بشويه، نحط الطماطم. وبعد ما نطفي خالص نحط بقى ايه شويه بقدونس. بس الحته دي ما استوتش معايا، مش عارفه ليه، معلش بقى. بعد كده بقى نسيبها لحد ما تهدى. وبعد كده نحطها في الساندوتش العيش الكايزر، شاورما مصري يعني عيش كايزر عادي، مع شوية طحينة بقى، ودوقيها هتعجبك جدا. مش قادرة اقولك كانت حلوة قد ايه. وبألف هنا وشفا.